لو كنت اتعلمت الإسعافات الأولية ففي حاجة غالبا محدش علمها لك، وهي إيه السبب اللي ممكن يخليك تبقى عارف كل الخطوات ومع ذلك ما تعرفش تعمل أول خطوة. وده جزء من الفجوة اللي أنا عايز أسدها من واقع تجربتي مع المتدربين، لأن الإسعافات الأولية مش بس أنا عارف أعمل إيه، لكن كمان هل هقدر أعمله وقت ما أحتاجه. والفيديو ده معمول عشان اللحظة دي. معاكم عماد سليم ودي سنوركلينج أكاديمي. كنت لسه مخلص دورة إسعافات أولية مع مجموعة من المتدربين. التدريب كان كويس والناس كانت فاهمة الخطوات، واشتغلنا بشكل عملي واتناقشنا في سيناريوهات كتير، وخرجت وأنا حاسس إن هم جاهزين. بعد أقل من أسبوع كانوا على مركب لاستكمال التدريب العملي في البحر، وحصل حادثة غرق. الموقف بقى حقيقي، مش سيناريو تدريب، مش دمية تدريب ولا قاعة مكيفة. ده شخص بيغرق فعلا، وفي صراخ حواليه وفي ارتباك، والوقت بيمر بسرعة. للأسف المتدربين الجداد اتجمدوا ومحدش رضي يشارك، لكن المرشدين الأقدم فللأسف نسوا جزء كبير جدا من التدريب. ساعتها فهمت إن المشكلة ما كانتش في المعلومات اللي بتدرس، المشكلة كانت في الضغط اللي عمله الموقف. عايزك تبقى فاهم إن جسمك مش هو جسمك وقت الطوارئ. إحنا طول الوقت بنعلم الناس اعمل رقم 1 وبعدين 2 وبعدين 3، لكن نادر جدا لما نعلمهم إيه اللي بيحصل لما الطوارئ تبقى حقيقية، لأن وقتها جسمك بيدخل في استجابة اسمها fight or flight response. الأدرينالين بيعلى جدا، والنبض بيزيد، التنفس بيتغير، مجال انتباهك بيضيق، وبيحصل تشوش سمعي وإحساس غريب بالوقت. وأحيانا المعلومة اللي انت حافظها كويس تبقى صعب جدا ان انت تستدعيها من مخك، مش لأنك نسيت، لكن لأن مخك في الحالة دي بيدور على النجاة، مش بيدور على الخطوات اللي اتعلمها. وعلى فكرة ده طبيعي جدا، معنى كده ان انت في التدريب حمادة ووسط حادثة حقيقية بتبقى حمادة تاني خالص. دلوقتي في سؤال مهم، ليه بيبقى احيانا مكان مليان بالناس ومحدش بيتصرف؟ هنا هندخل على ظاهرة نفسية مشهورة جدا اسمها bystander effect او تأثير المتفرج. ببساطة كل ما عدد الناس بيزيد اللي شايفين موقف الطوارئ، كل واحد بيحس بمسؤولية اقل ان هو يساعد. بيحصل حاجة اسمها diffusion of responsibility او توزيع المسؤولية على الناس اللي موجودة. فتخيل مثلا ان في شخص محتاج مساعدة وانت لوحدك معاه، غالبا هتحس ان انت لازم تعمل حاجة، ما هو مفيش غيرك. لكن لو كان حواليك 20 شخص، ممكن عقلك يقول اكيد حد تاني شاف، اكيد في حد تاني هيتصرف، اكيد في حد افهم مني، اكيد حد اتصل دلوقتي بالاسعاف. وفجأة المسؤولية اللي كانت واضحة بقت متوزعة على 20 شخص، وكل واحد مستني التاني، والنتيجة محدش بيبدأ. في سبب تاني اسمه pluralistic ignorance، وده معناه إن كل واحد مستني يشوف رد فعل اللي حواليه، لأن مش كل موقف بيكون واضح من أول لحظة. فأنت تشوف حاجة وتقول لنفسك هو ده خطر فعلا؟ فتبص للشخص اللي جنبك تلاقيه واقف هادي، فتقول لنفسك يمكن هو فاهم إن الموضوع مش خطير، وهو نفسه ممكن يكون بيفكر أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل، خلينا أما أشوف الناس اللي جنبي هتعمل إيه. فيبص على شخص تالت، والشخص التالت يعمل نفس الحاجة، وفي الآخر كل واحد مستني إشارة من التاني، والتاني مستني إشارة منه. وفجأة تلاقي عندك 20 شخص شايفين نفس المشكلة، لكن مفيش ولا واحد فيهم عمل حاجة، كله مستني حد يبدأ. على فكرة ساعات كتير بيكون الشخص اللي المفروض هو اللي يبدأ هو نفسه متوتر، ودي نقطة شفتها كتير جدا مع المتدربين. ممكن يكون عندك شخص متدرب كويس وعارف الخطوات، لكن لما الموقف يبقى حقيقي يتردد، فالناس حواليه شايفينه واقف فتفتكر يبقى هو فاهم والموقف مش محتاج تدخل، وهو أصلا جواه بيسأل هبدأ بإيه دلوقتي؟ أعمل إيه الأول؟ طب لو غلطت؟ يعني هو مستني والناس مستنية والكل مستني حد يكسر الدايرة. في سبب تاني برضه مهم، إن أنت تكون خايف إن أنت تسبب ضرر بدل ما تساعد. صوت جواك بيقولك أنا مش دكتور، ممكن أزود الحالة سوء أو أعمل حاجة غلط، وده خوف مفهوم. لكن لازم نفرق بين إنك تعمل إجراء طبي معقد وإنك تبدأ بالاستجابة للطوارئ بشكل آمن وفي ضمن حدود التدريب بتاعك. ما هو مش لازم تكون دكتور عشان تساعد، ممكن مساعدتك تكون إنك تأمن المكان أو تطلب الإسعاف، أو إن أنت تنادي شخص متخصص، أو حتى تطلب حد يجيب جهاز الصدمات لو متاح في المكان، أو حتى تمنع الناس من التجمهر حوالين المصاب. تعمل اللي أنت اتدربت عليه. يعني المساعدة مش معناها إن أنت لازم تعالج المصاب بنفسك، أحيانا أكبر مساعدة تعملها إن أنت تبدأ سلسلة الاستجابة صح. في سبب تاني ناس كتير ما بتتكلمش عنه، وهو الخوف من المساءلة القانونية. ناس كتير بتفتكر أنا لو لمسته وعملت حاجة غلط، أو لو حالته ساءت، أو لو حتى مات، ممكن أهله يحاسبوني،
وده فعلا واحد من المخاوف اللي ممكن تمنع الناس إنها تتدخل. وعشان كده في أماكن كتير في العالم فيها قوانين اسمها قوانين السامري الصالح. فكرتها ببساطة إن لو شخص شاف حادثة وحاول يساعد بحسن نية، فبعض القوانين هتوفر له حماية من أنواع معينة من المسؤولية القانونية، طبعا مع اختلاف التفاصيل والشروط من مكان لمكان. يعني القانون بيحاول يشجعك إن أنت تساعد، بس تساعد بعقل. الفكرة إنك تساعد بحسن نية، طريقة معقولة وفي حدود قدراتك وتدريبك. على فكرة بقى عندنا في مصر الموضوع طلع له زاوية تانية. قانون العقوبات المصري في المادة 238 تحديدا بيتكلم عن التسبب خطأ في وفاة شخص بسبب الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو مخالفة القوانين واللوائح. وطبعا مش معنى إن شخص شاف حادثة وما ساعدش إن إحنا نقول تلقائيا ده أكيد قتل خطأ. المسؤولية القانونية بتعتمد على تفاصيل الواقعة والصفة القانونية للشخص، وهل عليه واجب ومسؤولية معينة، وهل كان قادر يساعد وما ساعدش، وعوامل تانية كتير، خصوصا لو الشخص ده مسؤول عن المكان أو سلامة الأشخاص بحكم وظيفته أو مهنته. ساعتها أكيد الموضوع هيختلف عن شخص عابر معدي في الشارع. فالمهم إن أنت تعرف إيه مسؤوليتك وإيه حدود تدريبك، وإيه اللي تقدر تعمله بأمان، وإمتى تطلب المساعدة المتخصصة. طيب بعد ما عرفنا كل الأسباب دي اللي بتخلي الناس ما بتعرفش تتصرف، هنكسر الحاجة دي إزاي؟ في حاجات بسيطة جدا بس بتفرق جدا. ما تقولش مثلا يا جماعة حد يتصل بالإسعاف، لأن كلمة حد لوحدها بتوزع المسؤولية على كل الموجودين. بدل كده حدد شخص معين بوضوح وقول له أنت اللي لابس تيشيرت أزرق مثلا اتصل بالإسعاف، وبعدين لشخص تاني أنت خليك معايا وساعدني نأمن المكان. لاحظت الفرق؟ في الحالة الأولى الكل كان مسؤول وبالتالي ممكن محدش يتحرك، لكن في الحالة التانية المسؤولية بقت واضحة لشخص محدد، وانت كده بتكسر جزء كبير من حالة أكيد حد تاني هيتصرف. وبصراحة هو ده الجزء اللي أنا عايز أضيفه لتدريب الإسعافات الأولية. أنا مش شايف إن المشكلة إن الناس مش بتتعلم، المشكلة إن أحيانا بنعلمهم تعمل إيه وننسى نعلمهم تتصرف إزاي وقت الضغط، وإزاي تتعامل مع الانفعال، وإزاي تبدأ رغم الخوف اللي جواك، إزاي تكسر تأثير المتفرج، وإزاي تحدد المسؤولية، وإزاي تطلب المساعدة بشكل مباشر، وإزاي تتعامل مع خوفك إنك تغلط وتفهم حدود مسؤوليتك القانونية. فلو تدريبك جهزك للمعلومة بس، هتكتشف إنك محتاج تدريب تاني عشان تتصرف. علشان كده أنا مؤمن إن التدريب الحقيقي على الإسعافات الأولية مش معناه إن أنت تحفظ خطوات وخلاص. الموضوع طلع أكبر من كده. يا جماعة الطوارئ مش امتحان نظري، مش هتكون قاعد على كرسي والسؤال قدامك ما هي الخطوة الأولى. الطوارئ بتحصل فجأة والناس بتصرخ والوقت بيعدي وجسمك بيتفاعل وعقلك بيحاول يستوعب هو إيه اللي بيحصل. وفي اللحظة دي مش كفاية إنك تعرف بس، لازم تكون كمان قادر تتصرف. التدريب بتاعك مش هيشيل الخوف، لكن هيخليك تعرف تعمل إيه رغم الخوف. ومش لازم تكون بطل، ومش لازم تكون دكتور، ومش لازم كل حاجة تعملها بنفسك. عايزك تتعلم وتتدرب، وما تكتفيش إنك تعرف الإسعافات الأولية. أنا عايزك تتدرب إن أنت تقدر تستخدمها وقت ما تحتاجها.